بالنسبة للخبر الذي نشر على جريدة المصري اليوم بخصوص استقالتي من حزب النور لتفرغي للدعوة، هذا خبر غير صحيح. وأصلا الدعوة لله الحمد نحن يعني بالنسبة لي فأنا مستمر فيها، وأحاول الآن أن أقنن الوضع بالالتحاق بمعهد الجبل وزارة الأوقاف لاستخراج تصريح بالخطاب. وأما دعوة أننا نستخدم المسجد أو المنبر للسياسة الحزبية فهذه دعوة غير صحيحة أيضا. ففرق بين السياسة الحزبية وبين السياسة الشرعية. السياسة الحزبية يعني دعوة الناس لانتخاب حزب النور أو تأييد مواقفه، فهذا لا يكون محله المسجد، وإنما الكلام عن المواقف السياسية وتوضيح الرأي الحكم الشرعي أو الفتوى الشرعية بالنسبة لها، فهذا من الدين، والناس يحتاجون إلى ذلك. الناس يحتاجون إلى ماذا نفعل في الموقف الفلاني، ما الصواب وما الخطأ، فمن الذي يبين ذلك؟ فنبينه بالمواقف الشرعية. وأما بالنسبة للحزب فأنا ولله الحمد مستمر في عضويته لقناعتي بأنه يؤدي رسالة. هذه الرسالة هي الحفاظ على مصلحة البلاد العليا والحفاظ عليها من خطر التقسيم أو التكفير أو العنف، وكذا أيضا المساهمة في الإصلاح، وكذا أيضا إصلاح البلاد والعباد والسعي في مصالح الناس عموما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفق جميع إخواني وأعضاء الحزب لما يحب الله ويرضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد. الله سبحانه وتعالى المستعان.